أنا مش بتسول منكم. دي آخر كلمات قالها الفنان طلعت زين قبل ما يودعنا بأيام قليلة. طلعت زين كان من الفنانين اللي عندهم عزة نفس كبيرة، وكانت بتظهر حتى في أدواره. دايما كان بيعمل أدوار الشخص الشيك أو الطيب جدا اللي فيه كل الخير، وملامح وشه كانت بتساعده دايما إنه يكون مقنع جدا. لكن الشخص الجميل ده حصل له مواقف كتيرة جدا مع زمايله الفنانين، وآخر أيامه كانت أصعب ما يكون. ملامح وشه اتبدلت تماما زي ما انتوا شايفين، وكل اللي حواليه اتخلوا عنه في ظروف هو كان في أمس الحاجة فيها إن حد يقف جنبه. القصة بدأت لما اكتشف إصابته بالداء الخبيث بالصدفة، لما جاله برد وكحة بسبب التدخين. اتعامل وقتها مع الموضوع ببساطة شديدة، وشرب عسل أبيض ومشروب ساخن، لكن حالته اتدهورت ولجأ للطبيب اللي اكتشف خراج على الرئة، وجسمه ما استجابش للمضادات الحيوية، واضطر إنه يسافر لندن وخضع لعملية استمرت 11 ساعة. وبعد ما رجع من لندن عاتب نقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية علشان محدش يهتم تماما إنه يطمن عليه حتى ولو بالتليفون، وكمان علشان هو اللي اتحمل تكاليف اللي حصل بالكامل من جيبه الخاص، والنقابتين ما ساهمتش بأي شيء في علاجه على الرغم إنه عضو قديم في النقابتين. آخر كلام قاله طلعت زين: أنا مش بتسول منهم، لأن الحمد لله الحالة مستورة، ولكن على الأقل كنت أتمنى التكرم بالسؤال عني. بعدها طلعت زين حضر حفلة تخرج ابنه سيف الدين في الجامعة البريطانية، ودي كانت آخر مرة يظهر فيها طلعت قدام الكاميرا وهو بحالته. شكله كان مؤثر، وكان متأثر أكتر وهو بيبكي لما شاف ابنه شايل الشهادة. شكله كان مختلف وملامحه غريبة. حضن ابنه وبكى بحرقة كأنه بيقوله أنا أديت رسالتي خلاص. بعدها رحل طلعت في صمت بعد تاريخ فن ارتبط بيه جيل الطيبين.